لم لي يا ابني كل الافيال دي وديها السيرك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ازيكم يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ليالي مودرن. بس الليله النهارده الحمد لله ليله سعيده. من اراد المتعه فليذهب الى السيرك يتفرج على الافيال اللي احنا لسه لمينها من شويه. الف حمد وشكر ليك يا رب، مكسب فوز واداء ونتيجه وكل حاجه. طبعا طالما كسبنا وصعدنا الحمد لله فما فيش داعي للتقطيع في الفرقه، بس عشان نعرف نكمل الحلقه فما فيش مانع لو قطعنا شويه يعني. حسام حسن يا جماعه اقرع ونزهي، حرفيا اقرع ونزهي، يعني بيلعب بتشكيل وحش وعايز يكسب 3 و4 عادي، او بيكسب 3 و4 عادي. بس خلينا نقول تشكيل دفاعي مش وحش، يعني بيلعب بثلاث سيرد باك واثنين ارتكاز. لو بيدافع عن شرف اهله مش هيلعب بالتشكيله الدفاعيه دي. المهم بعد كل هذا التشكيل الدفاعي، الباكات عندنا للاسف كانت مضغوطه جدا، الباك اليمين والشمال، الوينجات كمان بتاعت كوت ديفوار. العيال بصراحه كانت عيال سريعه فشخ، عيال حلوه يعني، الصحه حلوه ما شاء الله، ترقيص وشوط وكل حاجه. انما الجبهه بتاعت فتوح دي تقريبا عم فتوح يعني كان مصطبح او حاجه، كان مروق الجبهه بتاعته، حاطط الراجل في جيبه، يعني حرفيا وراه العين الحمراء. لحد بس اللقطه بتاعت الجون، تحس فتوح اللي هو بقول لكم ايه، انتوا هتضيعوا لي دماغي اللي انا عاملها ولا ايه؟ ادي يا عم جول، وراح ايه حاطط الجون في نفسه، اللي هو هل ادخلت السرور على قلبك؟ بس الحمد لله يعني بقت الماتش ايه، كان تمام الحمد لله. الناحيه الثانيه هي اللي كانت مخرومه حبتين، الواد اللي كان بيلعب على هاني، واد سريع فشخ بصراحه، واد 19 سنه كده، نفس جيل هاني تقريبا. الواد ده صحته حلوه ما شاء الله، الواد الكوره جات له وقع وقام واستلم ولف ودار، وهاني لسه بيفكر الكلام على ايه، لحد ما امام عاشور رجع وقفل الحته دي مع هاني الحمد لله. امام عاشور الصراحه انا شايف ان هو كان كويس جدا الماتش ده، كان احسن واحد في الماتش. بس طبعا كابتن حسام حسن جوارديولا العرب قاتل المتعه راح سحبه من نص الملعب ونزل تريزيجيه وهو فايق اوحش من امام وهو تعبان، يعني تريزيجيه نزل وحش جدا. شناوي والله يا جماعه ما كانش وحش، انا شايف ان هو كان كويس، الجونين مش غلطته. شناوي بس متربي شويه، كل شويه في كوره عاليه يطلع ويدخل، عارف لما تيجي تعدي شارع فتقدم خطوتين وترجع جري فتيجي عربيه تخبط، ده الجون اللي بيجي فينا، هو الشناوي يطلع وبعدين يقوم راجع فالكره تخش. انا مش فاهم التردد ده ليه، انا مش عارف. المهم ان ربنا سترها معانا الحمد لله، يعني القوالب نامت والارباع قامت. مرموش وصلاح جونين الحمد لله، جون مرموش المبكر فرق معانا بالايجاب وفرق معاهم بالسلب جدا، كان عندهم اكتر من فرصه يرجعوا، بس الحمد لله لعبنا بروح وعدينا يعني الحمد لله المرحله دي. ده كان سريعا كده ماتش مصر وكوت ديفوار. بقت الماتشات الحمد لله توقعناها صح، نيجيريا توقعنا ان هي تكسب الجزائر. ماتش الجزائر الواد ابن زيدان ده فيه من الشناوي، بس هو ما بيعرفش يمد رجله. المهم ان قبل الماتش ريال محرز طلع قال لهم يا جماعه دي اخر بطوله ليا، وعايزين نلعب برجوله ونلعب على الكوره ونلعب بروح ونكسب والكلام ده. تقوم اللعيبه تعمل ايه؟ تلعب اسوأ اداء في البطوله لمنتخب الجزائر من اول البطوله. الماتش مش الجزائر بس خسرت، لا كانت مقدمه اداء وحش جدا. توقعات الدور الجاي سريعا، مصر والسنغال. السنغال فرقه كويسه لكن مصر ان شاء الله توقع وتمني طبعا، اتوقع مصر توصل للنهائي. الماتش الاصعب في البطوله هو نهائي مبكر المغرب ونيجيريا. في ظروف تانية كنت هتوقع نيجيريا منتخب قوي جدا وجبار جدا، لكن المغرب صاحبه الارض ليها الافضليه، اتوقع المغرب ان شاء الله باذن الله ويبقى نهائي عربي خالص. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.